وحشتوني قوي. طبعا باين من الحاجات اللي ورايا ان انا نزلت واشتريت حاجات رمضان. هو انا اشتريت حاجات رمضان بس انا ما نزلتش. بس تعالوا اقول لكم بقى ايه حاجات رمضان اللي انا جبتها. جبت بقى، بصوا شايفين اللي هناك البينك دي، جبت كوشنات ملونه وابيض ساده اهي ورايا. وجبت حاجات رمضان بقى اللي هي الديكورات بقى اللي هي دي، شايفين النجمه دي وفوانيس ونور بقى. وبصوا يا جماعه، انا ما بخلتش على نفسي وشهيصت نفسي، وعايزه اوريكم بقى الحاجات دي بالتفصيل. بس طبعا انا بفكر الفتره الجايه ان انا اعمل ايه. عايزه اغير الستاره اللي ورايا دي عشان هي مش لايقه اصلا. وحاسه ان انا عشان كمان جبت اللي هي الستاره بتاعت النور، هسيب لكم صورتها شوفوها. وادوني بقى افكار ازاي استخدم الحاجات اللي انا جبتها دي واحطها بحيث ان يبقى شكلها حلو. مش عارفه الصراحه، يعني البنات بقى اللي مهتميه بالديكورات والحاجات دي تقول لي اعمل ازاي. ولو تبعتوا لي صور يا ريت بقى على انستجرام وتقولوا لي بالظبط ازاي يعني احط الحاجات يبقى شكلها حلو. فتعالوا بقى من غير رغي كتير عشان جبت الحاجات باسعار حلوه قوي قوي، وهقول لكم برضو جبتها منين. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتتحمسوا معايا عشان الفيديوهات اللي جايه كلها حرفيا يعني تحفه. عشان ما بتتكلم بقى عن رمضان بقى كده نحس ان احنا الله يا جماعه العيد جاي ورمضان والاجواء دي انا بحبها قوي. اللي هو بحس كده ان الله بتغسلني من جوايا. تعالوا بقى افرجكم، انا جبت حاجات كتير قوي قوي. تعالوا افرجكم بقى جبت ايه. يعني قبل ما نقعد بقى على الارض، عشان هقعد على الارض الصراحه واحط ترابيزه كده قدامي وافرجكم حاجه حاجه ونشغلهم. بس بقى قبل ما نشغلهم تعالوا كده اوريكم بصه سريعه عليهم، وبعدين بقى نشغل حاجه حاجه ونتحمس عشان انا زي الاطفال. انا هوريكم حاجه دلوقتي بس مبدئيا كده، يعني انا يا رب اعرف اجيبها اهي اهي. جت بسرعه. انا جبت طبله بجد. الناس اللي عندهم اطفال عايزين الحاجات دي بسعر رخيص بجد انا جايباها، يعني بجد الاسعار حلوه قوي. انا هقول لكم كده كده على المكان اللي انا جبت منه. بس شايفين انا جايبه طبله وجايبه فانوس بقى ومدلعه نفسي. جايبه حاجات حلوه قوي. بصوا شايفين انا جايبه دي بتاعت رمضان كريم، وجايبه مدفع اهو، وجايبه الحاجات دي شايفينها. يعني حاجات حلوه قوي يا جماعه بجد. وبصوا دي بقى الستاره اللي انا بقول لكم عايز اغيرها اهي دي. طبعا الشنطه دي برضو حاجات تاني على فكره انا جايباها. الستاره دي عايزه اغيرها، مش عجباني الصراحه خالص. نبدا بقى بالحاجات الحلوه دي. شايفين هقول لكم بقى على الاسعار وهشغلها معاكم يا جماعه. بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه والطعام، والله في حاجات طعمه كده. قبل بس ما نبدا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني بما اننا داخلين بقى على شهر رمضان وطبعا الدنيا غليت قوي والاسعار غليت. فانا كان في فكره كده عايزه اقول لكم تعملوها وان شاء الله ناخد الثواب، وكل اللي يعملها ياخد ثواب واللي يقول لحد ياخد ثواب. لما يبقى مثلا معاكم 10 جنيه، فكوها فضه. شايفين فكوها فضه كده، وكل يوم طلعوا منها جنيه واحد بس تصدقوا بيه. يعني القليل الدائم بيبقى خير من الكثير المنقطع، عشان ما تجوش في مره مثلا معاكم 10 جنيه تقوموا مطلعينها كلها وفي نفس الوقت تاني يوم ما تطلعوش. لا احنا عايزين كل يوم ناخد ثواب ان احنا ايه تصدقنا، وربنا يكتبنا من الناس المتصدقين. ففكره ان الفكره دي حلوه جدا، حتى لو ربع جنيه، يعني حتى لو معاكي 5 جنيه بس وهي دي اللي معاكي، فكيها ارباع وطلعي كل يوم ربع جنيه. ربنا هيبقى كتبك من الناس اللي تصدقت والحسنه ب10 امثالها. فانتي يعني ما تعرفيش ربنا هيعاملك ازاي. وبما انك اصلا كده كده بتطلعي كل اللي معاكي وطلعتي على قد اللي معاكي، فبلاش ان احنا مثلا لو ظروف ضيقه نطلع الفلوس كلها مره واحده ونقعد بقيه الايام ما نطلعش. لا فكوا الفلوس اللي معاكم فضه وطلعوا كل يوم حتى لو جنيه. انا بقول لكم حتى لو ربع جنيه، انتوا ما تعرفوش ربنا هيعاملكم ازاي. معامله ربنا غير معامله العبد. يعني انت ممكن تطلعي ربع جنيه ربنا يضاعفه لك 10 امثالها او اكتر، فبتاخدي الثواب. يلا بينا بقى نبدا بالحاجات القمر بتاعه رمضان دي، ديكورات بقى. من كتر حلاوه الحاجه مش عارفه ابدا بايه الاول واوريكم ايه. كده كده احنا هنشغلهم كلهم مع بعض عشان انا تافهه وبحب الحاجات دي قوي الصراحه. فقررت ان انا هبدا بدي القدره بتاعه الفول. بصوا يا جماعه شايفين بقى، يعني صوت الكيس وهو طالع كده منها بيغسلني. اللي هو بقى انا بحب اشتري حاجات جديده كتير قوي. بص شايفين قدره بتاعه فول تتحط كده كديكور بقى. انا مش عارفه الصراحه ممكن احطها ازاي، انا ما عنديش اي افكار خالص، فقولوا لي افكار بجد انقذوني. انا بحب التفاهه دي قوي قوي. بصوا بتنور من جوه الوان اهي شايفينها. بحب الحاجات دي قوي بجد قوي. بصوا استنى نقفلها بقى، تشتغل وبتتقفل. سبحان الله سبحان الله. دي اول حاجه انا جبتها، سعرها 120 جنيه. هحط لكم طبعا جبتهم منين. انا جبت من بيج على الانستجرام تحفه قوي، انا اكتشفتها تقريبا لسه فاتحه، فجبت منها الحاجات دي كلها. تعالوا بقى نشوف تاني حاجه، نشوف النجمه. انا بحب النجمه دي قوي، حبيتها الصراحه. انا اول مره اجيبها يعني حبيتها. انتوا لازم تحبوها معايا عشان حبيتها. سامعين الصوت؟
سامعين دي دي بقى بتختلف. ادي النجمه، شوفوا لي بقى تفاصيل النجمه. بصوا مكتوب هنا كده، يعني طبعا كل الحاجات دي بالخشب. دي مكتوب هنا رمضان كريم، وملفوف هنا يا جماعه. بصوا السلك اللي هو مش سلك، اللي هو فرع نور. فتعالوا بقى نشغلها، بتشتغل بقى من هنا. شايفين بتاع الاورنج دي بتشتغل منها. فيلا نشغلها. جاهزين جاهزين، يلا. يا لهوي عليا، اعشق الحاجات دي. بص، حلوه قوي قوي قوي. طبعا الحاجات دي كلها بقى انا مستنيه رمضان يجي عشان اغزو الاوضه واغير الديكور بتاعها واحط الحاجات دي كلها. بس في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، ان العربيه بتاعه الفول دي، ان القدره دي بلاستيك، لكن العربيه كلها اللي هي خشب عادي. مكتوب برضو هنا رمضان كريم، خط حلو، شكلها حلو الصراحه. بني ادمه كده، لا يعني مش بني ادمه، قيمه. شايفين؟ يا لهوي يا جماعه، يا لهوي. انا بجد اما انا كبيره وكده، اما بال بقى لما يكون طفل ومعدي وشايف الحاجات دي. فاعذروا الاطفال الصغيره لما بتقعد تعيط على حاجه، عشان انا اسماء بقعد اعيط على حاجه الصراحه. لو عجباني بجيبها على طول. تعالوا بقى اوريكم الفوانيس. انا جبت فانوسين، تعالوا نشوف بقى شكل الفوانيس. بس قبل ما نشوف شكل الفوانيس ممكن نشوف حاجه اهم الاول. قبل ما اقول لكم حاجه المهمه، ان النجمه والعربيه بتاعه الفول الاتنين كانوا بسعر واحد ب120. الحاجة بقى الأهم من ده كله يا جماعة، مش عارفة يعني، انتوا المفروض تتعاطفوا معايا. الطبلة الطبلة الطبلة، أحس إن أنا قلبت الشاذلي. استنوا بس نطلعها. أول حاجة معاها رباط. دي بتغسلني أقسم بالله. بص، معاها رباط بتتربط بقى عشان نعلقها كده على رقبتنا، ونمسك بقى دي نقعد نطبل. استنى، أنا هطبل بإيدي. اللي قامت ترقص تحط كومنت تقولي ان هي قامت ترقص. قوليلي بعرف اطبل ولا لا. المهم بقى ان الطبلة دي تقريبا كانت ب35 جنيه او ب40، حاجة كده. يا ب35 يا ب40، كله ده من على نفس البيج. بصوا بقى، في رمضان في واحد عندنا في الشارع كل سنة، على فكرة مش بيعدي عندنا احنا بس، طلع بيعدي عند صحابي اللي ساكنين قريبين مني، بيقول ايه؟ يلا الفول يلا البليلة. وبرضو عندنا في رمضان مسحراتية ست بتعدي، مش عندنا راجل. يعني الراجل ده قليل لما بيعدي، بس كل يوم مسحراتية ست بقى، وبتقعد تطبل بالطبلة بتاعتها بقى، وانا في البيت بقى بشتغل معاها. طبعا كل البنات عارفة اللي احنا بنعمله ده، بس عمرنا ما نروح نقول. تعالوا بقى اوريكم جبت ايه تاني. طبعا انا قلت لكم خلاص سعر الطبلة. جبت مدفع رمضان عندي، وادي المدفع. طبعا انا كنت قادرة قبل ما افتح الكاميرا واصور ان انا اطلع الحاجات من الكيس، ولكن انتوا اكيد زيي بتغسلكوا كده. طبعا دافعين ومكلفين، فاللي هو ليه ما نفتحهاش بقى قدام الكاميرا. شايفين بقى يا جماعه؟ شايفين بقى الحلاوه؟ انا مش عارفه ايام زمان، انا مش كبيره قوي يعني يا دوبك 24 سنه. بس ايام زمان بقى ما كانش فيه الحاجات دي. ليه؟ كان هو يا دوبك الفانوس اللي بيقول وحوي يا وحوي. بص بتغني برضو من تحت كده، شغاله من تحت تغني. ايه هو كلهم تقريبا بيقولوا وحوي يا وحوي بس. اهو. بس انا برضو يعني انا مش عارفه المفروض انا احط الحاجات دي ازاي بصراحه. يعني بقول لكم استنوا، دوشه قوي. بالامانه مش عارفه المفروض احط الحاجات دي ازاي، ويعني احطهم كلهم في نفس المكان، اوزعهم بقى. انا حاسه ان انا بجد محتاجه حد يعلمني بقى الديكورات بقى من اول وجديد. ادوني اي افكار في الكومنتات عشان ما احطهمش كلهم شكل واحد ويبقى نفس الشكل. وعلى فكره انا هصور لكم بقى الحاجات دي بعد كده، فما تنسوش الاشتراك، وتاكدوا ان انتم مفعلين زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه بشارككم فيها تشوفوها كلها وتقولوا لي رايكم. فده المدفع برضو كان ب120 جنيه، يعني كان سعره زي النجمه وبتاعه الفول، كان 120 جنيه. بس حلو قوي اهو. برضو مكتوب رمضان كريم وكل حاجه. نيجي بقى للفوانيس. جبت الاتنين خشب. واحد جولد كده شايفين اهو، وواحد بني برضو في جولد. مكتوب عليهم هنا مكتوب محمد رسول الله، وهنا مكتوب رمضان كريم. فحبيت ان انا اغير وانوع. ليه؟ لان انا السنه اللي فاتت جبت معدن اللي هو الملون ده، اللي هو بيبقى ساده كده. هوريكم صورته عشان هو انا شايلاه، بس مش فاكره انا شايلاه فين. وجبت بقى الاتنين دول. طبعا بيغنوا، استنوا بقى نشغل عشان الحركه دي يا جماعه بتبسطني زي الاطفال. هما كلهم بيقولوا وحوي يا وحوي، وانا اتخنقت. كان نفسي حاجه تانية تقول مش وحوي يا وحوي. استنوا بقى، نفس الوحوي. بس كده كده يعني في الديكور احنا بنحط الفانوس مش هنشغله. لو مثلا حبيت العب زي الاطفال فاوكي عادي هشغله.
فجبت دول. تقريبا يعني على ما اتذكر ان كان سعر الفانوس 115 تقريبا، 115 او 120. كده كده هي يعني البيج دي اسألوها على الاسعار، هترد عليكم اكيد يعني وتقول لكم الاسعار بس. فانا اتبسطت بقى بالاسعار ورحت قلت الم لوكشه كده، غير بقى الحاجات اللي انا لسه هوريها لكم ورايا. واللي ورا دي يا جماعه اللي فوق دي دفايه، انا كنت شارياها لسه شاريها من يومين، معرفش هي ظاهره ليه طالعه ليه في الفيديو. هبقى اوريها لكم في اخر الفيديو عادي كده وقولوا لي شكلها حلو ولا لا. المهم بقى تعالوا بقى اوريكم الانوار اللي ورايا وكلمه رمضان الكريم اللي بتنور الكبيره دي والكوشنات بقى استنوا الفيديو لسه طويل. جبت بقى ايه كمان، جبت الكوشنات الملونه دي، هوريكم ليها صوره وانا ملبساهم للخداديات ونشوف. بصوا بقى يا جماعه، انا عجبتني اكتر حاجه فيهم خامتهم. الخامه بتاعتهم كده كتان، اللي هو حلوه، مش الخامه اللي هي بيعملوها في رمضان دي بتتقطع على طول يعني مجرد استخدام السنه وبس، لا ممكن نستخدمها السنه الجايه عادي واللي بعدها واللي بقى لحد ما تتقطع هنستخدمها. بصوا مكتوب عليها رمضان كريم والاشكال بتاعتها تحفه. شايفين الشكل ده جميل قوي قوي، والالوان بتاعتها كده مبهجه كده يا ولاد، ما مش نغمقها بقى ونجيب الوان مش حلوه. بصوا برضو اللون الازرق بتاعها حلو، شايفين الهلال تحفه. بس ده بقى مش هطلعه من الكيس عشان انا مش قادره اطلع واحط تاني. اتفرجوا من بره الكيس. وبرده البنك ده في الشكل ده كمان، وكان في اشكال تاني بس انا مش لاقيه مش لاقياهم يعني. فدول الكوشنات اللي انا جبتها. هل اسكت يعني كده استكفي بالكوشنات دي بس، ولو جبت من الابيض اللي هو بيبقى عليه اشكال رمضان اهي، بس ده انا كنت حاطاه في الخداديه بقى قلت البسه بالكيس. بصوا شكله حلو قوي، ده ابيض برضو خامته حلوه كتان، مش بتتقطع بسرعه. البيضه دي كانت ب65 او ب70، والتانية كانت ب85. دي ب65 ودي ب85. فبصوا بقى الاتنين دول زي بعض، هي واحده اصلا، لا هما اتنين في الكيس تقريبا اهو، بس نفس الشكل يعني. في اشكال تاني موجوده كتير هوريها لكم وانا ملبساها للحاجه. استنى بصوا بقى تحفة تحفة، وحطيت بقى عليهم فرع النور كده عشان اعمل بقى شكل حلوين قوي في اللبس بتاعهم، في التلبيس بتاعهم جامدين، بيدوا شكل حلو قوي. بصوا بقى الابيض دول تحفة يا لهوي، انا حطيتهم لكم بقى كده كل الاشكال اللي انا جبتها عشان تشوفوها وتشوفوا الجمال والطعامة، وان انا بجد يعني هنوع بقى. رمضان 30 يوم يا جماعة لازم ننوع فيهم. قولولي ايه رأيكم في الجمال والدلال ده كله. نيجي بقى للانوار والحاجات اللي انا جبتها. انا طفيت الرينج لايت عشان اجيب المشترك جنبي عشان اوريكم الحاجات. فيعني انا مش عارفه بقى انتوا لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك وعملتوا سبسكرايب عشان تعملوا معايا الاوضه والديكورات دي ولا لا. كلب بره عرف ان انا بصور وقال اقوم بالواجب. المهم فجبت كلمه رمضان كريم، شايفين حلوه ازاي؟ عايزه احطها لكم في الكهرباء واشغلها لكم وتشوفوا. بسم الله يا لو بخاف. شايفين يا جماعه الحلاوه بتنور بقى، طبعا هي هنا مضيئه قوي في وشي يعني انا مخليتني انا من قصص الانبياء. بس بصوا انا مش فاكره دي كانت ب160، 100 حاجه و60، مش غاليه ما كانتش غاليه قوي يعني. بص مكتوب عليها رمضان كريم وتحفه، تحفه بجد، حلوه قوي قوي. بص كل سنه وانتم طيبين. استنوا بقى نشيل الفيشه بتاعتها بالراحه، ووشي ضلم تاني، انا منوره اصلا لوحدي. اوريكم ده بقى، ده فرع نور نحاس يا جماعه، نحاس. كان في اشكال تانية ارخص بس ده كان ب75 جنيه ونحاس، انتوا مدركين اصلا؟ تحفه تحفه بجد. انا عايزه اوريكم وانا مشغلاه. هو نجمه وهلال، لا هو هلال بس هلال، انا ما جبتش النجمه. المهم بقى استنوا عشان اعرف افك شويه كده واشغله. بصوا بقى جاهزين جاهزين، يلا بسم الله. ايه استنوا اهو، هحطه لكم هنا اهو، شايفين تحفه قوي يا جماعه. انا عايزاكم تشوفوه هو مش باين، فتعالوا نجيب اللي هي الكوشن دي كده نحطها كده. يعني عايزه ابينه لكم برضو، مش باين حلاوته والله العظيم، مش باين حلاوته. اعمل ايه طيب؟ احط فوق راسي؟ طب اعمل ايه؟ بصوا هو ان شاء الله يعني اهو شايفين واحده واحده هلالايه اهي، احطها على الاسود اللي انا لابساه اهو، حلو قوي. فده نحاس زي ما قلت لكم ب75 جنيه. الثلاثه دول بقى دول تحفه، الواحد ب70 جنيه. انا عايزاكم تشوفوا معايا الجمال والدلال اللي الفرع النور ده فيه بجد. انا مش قادره اتخيل. عارفين انتوا لما اللي هو الديكور بتاع العيد ميلاد او قاعه مكان نضيف شويه بيبقوا مكلفين كده وتقولوا الله لو الديكور ده نعمله في البيت يا تتمنوا كده.
تعالوا اوريكم من غير رغي كتير عشان حاسه ان انا فقدت النطق. استنى، لا استنى، المشترك مش باين. هحط لكم صورته اهو. بصوا يا جماعه، تحفه، خلى وشي بامبي، كله يهون لجلايمكم اهو. عايزه اقربه منكم واوريكم اكتر، بس هطفيه بقى عشان تشوفوه. شايفين اصلا ده ازاز ب75 جنيه، 75 جنيه. لا ايه، انا مش فاكره انا قلت الرقم صح ولا لا. 70 التاني هو ال75. ده زيه بالظبط بس كور. اهو بصوا الكور بينور الوان تحفة، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني هو اكاد من فرط الجمال اذوب، بجد حلو قوي. خصوصا بقى لما بنعلقه على ستارة كده سادة بيبقى تحفة. بس كده، دي كانت الحاجات بتاعت النهارده. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، واستنوا بقى واحنا بنعمل الحاجات دي كلها، الديكور بتاع الاوضه، وبنغير الستاير وبنحط الستاره بتاعت النور، وبنعمل الحاجات الحلوه دي كلها. وبرده في وصفات للتخسيس يا جماعه عشان أنا اتخنت، فعايزه اخس بقى كده عشان ابقى في العيد بقى قمر قمر. فاستنوا بقى كل الحاجات الجديده. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، وتروحوا بقى تشتروا الحاجات دي كلها عشان هي اسعارها حلوه قوي الصراحه. تروحوا على الانستجرام بتاعي عشان عملت انستجرام جديد. وبس كده، باي.